السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى معانا فيديو جديد وروتين جديد. يعتبر ده روتين يومي من اول ما صحيت من النوم. اول حاجه كان في هدوم على الحبل لميتها، وقلت اطبقها معاكم. دلوقتي اوريكم انا بطبق الملاية ازاي. بطبق الملاية وبعدين بحط في كل ملاية المخدات بتاعتها والخداديات، تمام، وبطبقها كده على بعضها. كنتش عارفه اظبطها كويس بس وريتكم الفكره وخلاص. لان انا متعوده ان انا اطبقها على وانا واقفه يعني، مش على حاجه. كانت حاجات بسيطه طبقتها، وقلت بقى هغير فرش السراير بتاع الولاد. هركب بقى فرش جديد. خلاص بقى العيد عدى، ده روتين تشجيعي بدل الكسل اللي الواحد كان فيه. حد كان زي كده؟ كانت طالبة معايا نوم جدا، مش عارفة كان في ايه، كان في منوم في الجو. قضينا اجازة العيد كلها تقريبا نوم. فقلت بقى اشجع نفسي واشجعكم معايا ونقوم يلا بقى نبطل كسل. اول حاجة غيرت فرش السرير، شلت الفرش القديم. قلت اديله دورة في الغسالة، الجو حر فلازم كل 3 ايام 4 بالكتير نغير فرش السرير، لان الجو حر جدا. ده لو مش كل 3 ايام، كل يومين كمان. ركبت الوش ده، الفرش ده معاكو. ده اول سرير معايا، هركب الفرش ده وبعد كده السرير اللي قصاده. شكل الأوضة هيتغير جدا. هتتابعوا معايا كل حاجة. أنا دلوقتي فضيت أوضة تانية عشان خاطر أخلي ابني له أوضة وبنتي أوضة لوحدها، لأن أنا عندي ولد وبنت. فابني خلاص داخل أولى ابتدائي، فقلت كفاية عليه كده مع أخته يعني. إن شاء الله قريب جدا هتشوفوا معايا التغييرات دي. أنا مش هدهن ولا أعمل حاجة، أنا بس هغير، هحط كل أوضة فيها سرير بس، وهتدي وسع لان انا عندي الاوض صغيره. حتى الكوميديون مش جايبين السريرين، لو كوميديون ورا السرير، حاطه زي ترابيزه صغيره كده بين السريرين وخلاص. اهو فرشت السرير الاولاني، هتنقل بقى على السرير التاني. إيه رايكم بقى يا جماعه؟ النظافه حلوه بصراحه. انا بحب اليوم قوي اللي بنضف فيه وبرتب فيه. انا عامله يوم لكل اسبوع بقلب الشقه. يوم يعتبر يوم أربعة، يا أربعة يا تلات، ساعات أربعة وساعات تلات بالليل. بقلب الشقة كلها وامسحها كلها، أغير فرش السراير، أمسح الأرضية، أكنس، ألمع، كله. الحمام والمطبخ كمان. ساعات بلاقي ده كله صعب عليا مع الولاد وكده، فممكن أقسمه على يومين. يوم التلات بالليل أعمل جزء، يوم الأربع أكمل. خلاص كده خلصت. هلم بقى السجاد، هلم السجاد وهكنس وهمسح. انا كنت مصوره لكم الجزئيه بتاع المسيح وتلميع الارض، بس للاسف مش عارفه اتمسحت ليه. هكنس بقى والمع الارضيه، وبعدين في اول ما الارض تنشف، انا كنت حاطه في جردل المسيح اللي هو معطر فريده بريحه النظافه. بصراحه بيخلي ريحه الارض جنان، وريحه الاوضه كل ما تدخليها كده ريحتها بتبقى جميله. وحاطه في بخاخ شويه ومزوده عليه ميه وبرش بيه برضو. لو المعطر بتاعي اصلا خلص بروح جايه مستعمله ده. يعتبر معطر ايه؟ آم، خام يعني، بتزودي عليه ميه يعني. بعد كده هلمع الكومودينو بتاع اصل نظام الاوضه ما كانش كده. كان سرير في ظهر السرير، فانا قلت اغير، ويعني المسافه بين السريرين صغيره، احط لهم اي حاجه وخلاص. دلوقتي هلمع المرايه. بلمعها بصراحه بورق جرايد، بتخليها يبرق. بصراحه بتخليه حلوة قوي، مش مجير، وبجد بجد بتخليها بتلمع. شوفوا كده، انا خلاص خلصت تلميع. همسح بقى الارض وافرش السجاد وكده خلاص. الاوضه بجد بقت نظيفه جدا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يدينا الصحه ونقدر نعمل كده بنفسنا يا رب لولادنا. خلينا لولادنا يا رب، اللهم امين. والجو كان فظيع، حر قوي قوي قوي.
والكهرباء اللي بتقطع دي، اللهم اجرنا من نار جهنم. بعد كده بقى هجهز معاكم الغدا. عملت لهم كباب حله ورز وسلطه. اول حاجه انا بشوح اللحمه في حته زبده، حطيت حته زبده وبعد كده هروح بلدي، زبده بلدي، احط فيها اللحمه تاخد لون وتتشوح، واحط عليها بهاراتها، يكون البصل اتشوح، مقطعه بصل حلقات، يكون البصل اتشوح معايا. اول ما تاخد لون تحسيها كده نزلت ميتها وشربتها تاني، خلاص نحطها بقى على على البصل، بتعمل صوص فظيع ما تبقى اللحمه بالطريقه دي. خلاص لونها بدأ يغير اهو، وبدأت تنزل المية بتاعتها. خلاص، لو متابعني لحد هنا يا حبيبتي ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل روتيناتنا الجميلة، ونشجع بعض ونحفظ بعض. ده كله عاملاه في يوم واحد يعني، وعملت حاجات تانية كتير بس ما صورتش معاكم كل اللي انا عملته. خلاص اللحمة خدت معايا لون، وكان البصل خلاص بدأت احطه، حطيت عليه شوية زيت. بحط على البصل بهارات نفس اللي احطها على اللحمة، بحط بهارات اهو، فلفل اسود. بس انا على فكرة مبحبش البهارات كتير على الاكل، بحس ان هي بتغير طعم الاكل الاصلي. البهارات البسيطة دي هي اللي بتدي الاكل طعم حلو. حط فلفل اسود، انا خلاص جوعت تاني. خلاص اللحمة خلاص يعتبر خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه. هقلبها مرة كمان وخلاص، اتأكد بس اللي هي كلها خدت لون كويس. وبعد كده احطها على البصل. البصل بدأ يدبل معايا، انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يدبل بس. في ناس بتحب تاخد لون، بس انا كده كده هو هيغير لونه وهياخد من الصوص اللي اللحمه هتنزله، فهيبقى لونه غامق. بحب احط على البصل اول ما احس ان هو بدأ يدبل البهارات والفلفل الاسمر، واديله تقليبه كده، وبعد كده احط اللحمه. خلاص اللحمه اهي خدت اللون، ريحتها كانت فظيعه كأنك بتشوي لحمه بالظبط. خلاص البصل دبل، هحط بقى عليه اللحمه، واوريكم هنعمل ايه في الطاسه دلوقتي عشان ناخد الدهون والحاجات وطعم اللحمه المشويه منها. احط بقى حبه ميه سخنين، كوبايه ميه سخنه في الطاسه، وبعد كده احطهم على اللحمه، عشان انا عايزه كل الدهون اللي نزلت من اللحمه دي تتحط على البصل، هيديله طعم حلو قوي. خلاص كده، بجد جربوا اللحمه بالطريقه دي، بجد مش هتجربي اي طريقه تانية، طعمها وريحتها فظيعه. خلاص بقى ههدي عليها النار، هسيبها تستوي براحتها خالص، وهغطي عليها وخلاص انسيها. بس بصي عليها كل فترة كده تشوفي لو نقصت مية تزودي مية سخنة. كان عندي بقى شوية مواعين، قلت اما اغسلهم بالمرة وانا واقفة قبل ما اعمل الرز. هو انا الحوض بتاعي صغير فيبين لكم المواعين كتير، هي المواعين مكانتش كتير خالص، وحلة وكم طبق، حلة صغننة خالص كمان. كانت المية قطع عندنا فمعرفتش اغسلها بالليل، كان فيها كان مكان الغدا كنت غسلت الاطباق وجيت اغسل الحلة دي مفيش، لقيت المية قطعت، فقلت مش مشكلة يعني، هي مش بايتة عند حد غريب. خلاص هو المواعين مش هتاخد حاجة على فكرة، بتاخدش 5 دقايق معايا الحمد لله. خلاص كده خلصت، هشطف بقى الطبقين دول معاكم تحت المية، وخلاص كده خلاص خلصت اغسل الحوض، وكده خلاص مطبخي بقى نضيف وزي الفل.
على فكرة انا ما بشطفش بسرعة قوي كده، ده انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. بديله حقه يعني تحت المية عشان لو في رواسب اي حاجة، عشان خاطر اطفالنا بس صحتنا. كده خلاص خلصت. هجيب بقى الطاسة اللي كانت مكان الاكل وهغسلها، اللي انا شوحت فيها اللحمة اغسلها بالمرة، مش هسيبها يعني مش نضيفة. اغسل بقى الحوض غسلة نضيفة كده. عايزة ريحة النظافة تبقى في كل مكان، طالما الواحد خلاص اتنشط خلاص يبقى نشاط بنشاط يعني. وان شاء الله صور لكم فيديو وانا بنضف الريسبشن برضو. انا كنت عامله شويه تعديلات، عامله ركنه جديده وعامله ستاير جديده. فما وريتلكوش حاجه تقريبا، ما صورتش الريسبشن ولا مره، كنت مصوراه في تنظيف الركنه بس وهو فاضي. الركنه القديمه كنت بنضفها. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجددها هي كمان. عامله الركنه جري وعليها مخدات جنزيري اللي هو على ازرق. عاملة مش مدخلة فيها الوان كتير، ونفس الوقت لون يعتبر الموضة بتاعته مش بتروح. احنا مش بنغير كل شوية، الحاجات بقت غالية، فايه نحاول نختار حاجة تعيش معانا. خلاص كده نضفت الرخامة بتاع المطبخ. المطبخ بتاعي صغير يعتبر، هي دي الرخامة بس يعني، هو ده المطبخ اصلا. خلاص بقى هجيب الرز واغسله، وبعد كده اعمل شوية رز بشعرية. وهعمل صحيح لسان عصفور، بس ممكن الكهرباء تكون قطعة وقت التقديم، او الكهرباء كانت قطعة وقت التقديم، فمش عارفة الصورة هتبقى مظبوطة ولا لا. احط حتة سمنة، بحب اعمل الرز قوي بسمنة جنة. طعمها حلو وبتدي طعم حلو للرز. بصراحة مش عارفة هي مقاطعة ولا لا، يا ريت لو مقاطعة حد يعرفني. بحب احط شعرية كتير للرز. انا كنت حاطة شوية رز كتير مش كتير، حتى 3 كوبايات رز تقريبا، حطيت عليهم كده كوباية ونص شعرية، ونص تقريبا. بحب الشعرية تكون كتير ولونها يبقى حلو، مش ما تبقاش فاتحة. كل ما تغمقي في لونها يبقى لونها ذهبي كده جميل، وبتدي طعم للرز جميل، بخلاف ان انت لو ما حمرتهاش ومديتهاش وقتها في التحمير يعني. خلاص اهي بدأت تاخد لون معايا. اول ما تاخد اللون اللي انا عايزاه هنزل على طول بالرز. والرز بنديله تقليبة عشان الحباية الرز تتغلف بالسمنة او الزيت اللي انا حطاه، يطلع رز مفلفل ومش معجن معاكي. امشي بالمقياس ده مع كل حاجة، الرز المحشي، الرز وانت بتطبخيه، اي نوع من انواع الرز، رز بشعرية، رز حبة وحبة، رز السمك، اي رز بتعمليه. احط بقى الرز، احط الرز، هي خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه. ايه رايكم في شكله بقى؟ شفت الشكل ده اللي انا بتكلم عليه، كل ما تدي الشعرية لون، هو مش تحرقيها، هو اديها لون ذهبي غامق كده شوية. اصل لو اول ما تاخد اللون الفاتح بتاع الذهبي ده اما تستوي هيبقى يعتبر ملهاش لون. دلوقتي انا غمقتها شوية، هو ذهبي، غمقتها شوية عشان اما تستوي تبقى مدياني لون ذهبي جميل. احط عليه الملح واديله برضو تقليبة كده، ده كله وانا مهديه النار عشان ما يتلسعش مني او يحصل له حاجه. اهو خد التشويحه اللي انا عايزاه ونشف معايا اي ميه فيه. بعد كده هحط له ايه؟ الميه. انا عامله اللحمه كباب حله، فطبعا ما عنديش شوربه، فبحط له ايه؟ ميه عاديه من الحنفيه، ما حطيتلوش ميه سخنه. بعد كده هقلبه
خلاص هعلي النار عليه لحد ما يبتدي يشرب ميته، وبعدين ههدي عليه خالص واسيبه واديله تقليبه كده واسيبه مع نفسه. اغطيه وهوريكم اللي انا بعلي عليه النار. عليت عليه النار ونشوف بقى، نبص على اللحمه. شوف اللحمه بدات تاخد لون عامل ازاي، ولسه في بدايه في البدايه خالص، انا مزودتلاش اي ميه تاني لسه، حتى البصل ما خدش لون اللحمه كويس. وكل ما اللحمه تقعد على البوتاجاز معاكي كل ما تبقى دايبه، مش شرط تبقى نار عاليه. هديلها النار، احط لها بقى فلفل وطماطم، فلفل اخضر، عندك فلفل الوان حطي. بصي بيديلها طعم وريحه فظيعه. وبعدين هحط لها بقى الملح بتاعها. هو الفلفل بتحطيه لما تلاقي اللحمه بدات تدخل في السوا بتاعها. احط لها ملح، ما تزوديش ملح عشان البصل عشان ما تحدقش معاكي، يعني انا برش شويه ملح كده وخلاص. قولي بتاع حوالي ربع معلقه ملح او اقل كمان. خلاص عملت السلطه والرز، خلاص هديت عليه. عملت بقى لسان العصفور، شوف شكله عامل ازاي. أنا نسيت احط المقطع بتاع لسان العصفور. انا اول حاجه حمرت لسان العصفور، وبعد كده حطيت عليه الميه وواحده مرقه دجاج، والملح بتاعه خد غلوه واحده بس، اقل من دقيقتين على النار. وبعد كده بتعملي ايه؟ بتطفي عليه وتغطيه، تكون مزوده له الشوربه بتاعته. بصي بيبقى طالع ازاي مفلفل.